الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد. أهلا بكم حبايبي طلبة وطالبات سينيور 1. النهاردة هنتكلم على أول سيشن في Chapter 7 Universal Gravitation and Circular Motion. يلا بينا نبدأ الكويستشنز بتاعتنا. أول حاجة بيقول which point on Earth's surface has highest linear velocity relative to the Earth's axis of rotation. Point at equator, point عند الإكويتور ولا point عند tropic or Capricorn أو tropic of Cancer. طيب احنا عندنا الإيرث ما هيش سيركولر قوي، تمام، بتبقى نوعا ما اوفال شوية. بيبقى الجريتست راديوس عندي مين؟ عند الاكويتور اكبر من الراديوس عند مين؟ عند البولز. بناء عليه طول ما انت تتحرك من الاكويتور للبولز الراديوس ديكريز. تمام، حلو جدا. واحنا عندنا بقى معلومة كده، يعني هي كانت موجودة زمان مش موجودة حاليا، ان في حاجة اسمها angular velocity. ان الانجلر velocity ديت هي الفيلوسيتي over الراديوس، بتساوي اللينير على الراديوس. الكرة الأرضية كانجلر velocity كلها بتدور بنفس الانجلر velocity، ولكن نظرا لاختلاف الراديوس هتختلف اللينير velocity. فهنا بيكلمنا عن اللينير velocity. كل ما الراديوس increase الفيلوسيتي increase، خلاص. وبناء عليه تبقى الفيلوسيتي عند الايكويتور greater than الفيلوسيتي عند الايه؟ عند الكابريكورن او tropic of cancer. تمام كده يا جماعه؟ طيب يبقى ناخد الاكزامبل اللي بعديه. بيقول لي عندي mass of planet Mercury ب 3.3 times 10 power 23 and its radius، ادي radius وادي الماس، وعايز ال weight of a body of mass 65 كيلوغرام on Mercury. يبقى انا لازم اجيب ال gravity on Mercury and the weight. what is the weight of the same body on Earth؟ طيب دي سهلة خالص، مفيش مشكلة. تعالى بقى نجيبه الاول الجرافيتي على الميركوري equal ايه؟ الرول بتاعها G M over R square. تمام، يلا بقى احط الداتا. عندي الجي ده constant والراجل عطهولك 6.67 times 10 to the power negative 11 times الماس of the planet 3.3 times 10 power 23 over radius square افتح bracket 2.439 times 10 power 6 ده radius، اما عامله square power 2 تطلع لي الجرافيتي ب 3.7. كلام جميل. يبقى جرافيتي على الميركوري ب 3.7. يبقى الويت على الميركوري هي ماس تايمز جرافيتي، يبقى 3.7 times 65. والويت على الإيرث mass times gravity، فتبقى الجرافيتي ب 9.8 والماس ب 65، يديني الويت على الاتنين. يبقى 3.7 times 65 يطلع ان الويت بتاعه على المارس ب 240.5 نيوتن، على الإيرث 9.8 times 65 فيطلع 637 نيوتن. اوكي، طيب gravitational force give reason، مجموعة من الجيف reasons is clear between celestial bodies due to large mass، والكلام ده شرحناه في السيشن. large mass. طب هي not clear between two persons sitting beside each other due to small mass.
وكمان small g. خلاص كده، فتطلع قيمة الفورس صغيرة جدا. gravitational force increase when distance between objects decrease لأن الفورس inversely with the square of distance. بناء عليه لما distance decrease الفورس increase. weight of the body on a mountain is less than at ground because الويت هو الفورس اللي related inversely with the distance والdistance على الماونتن greater than distance على السيرفس او الجراوند. خلاص، لان احنا عندنا الجرافيتي equal g m over r square. كل ما ابعد عن السيرفس الجرافيتي decrease، فكل ما اطلع لفوق على الماونتن المسافة بتزيد، وبالتالي الجرافيتي فوق في الماونتن اقل، يبقى الويت بتاعي اقل. Although a body moving with uniform circular motion acquire acceleration, its linear speed is constant. لأن الأكسلريشن بتعمل ايه؟ affect على مين؟ دي حتة من chapter 6. affects ايه؟ affects direction not ايه؟ not magnitude. خلاص، not magnitude. كلام جميل. It's dangerous to move at high velocity in curves of road لأن centripetal force is related to square of velocity. فالforce resulted من ال small increase in velocity will lead to greater increase في الforce، بناء عليه causes object أو الكار to flip or skid، انها تتزحلق او تتقلب. خلاص، طيب يلا بقى بيقول لي ناخد التشويس. two bodies of mass 8 كيلوغرام 20 كيلوغرام separated by distance 0.2 if g وما ادانيش قيمتها وعطي الانسرز بفاليو الجي. خلاص، relative to g يعني. فخلاص انا هو عايز الجرافيتيشنال فورس. الجرافيتيشنال فورس بتساوي جي ام ام over r square. همسك دول احطهم على الكالكوليتر والناتج اللي يطلع يبقى تايمز جي. يبقى دي جي. الماسس بقى عندي بكام؟ 8 و 20. يبقى 8 times 20 over 0.2 square تطلع ب 4000. يبقى الانسر 4000 times g. 4000 times g. يبقى الكوريكت انسر عندي نمبر سي. acceleration due to Earth's gravity is اللي هي ال acceleration due to اللي هي الجي يعني. هل هي general constant؟ هل هي ثابتة؟ لا طبعا. changeable according to the height from Earth's surface؟ أيوة أكيد. different through the season of the year؟ لا طبعا، يعني في الصيف بكذا وفي الشتاء بكذا؟ لا طبعا. changeable depend on the distance between Earth and Sun؟ لا، ملهاش علاقة من الصن خالص. هي الكوريكت answer number B. question number 3 بيقول لي two bodies of mass m1 و m2 if the mass one of them is doubled يبقى دي doubled the other is quadrupled زادت 4 أضعاف. distance between them والdistance كمان doubled يبقى الفورس ايه؟ الفورس الجي ما اتغيرتش، الماس double وماس تانية quadrupled والديستانس دبل سكوير، يبقى الفورس هتطلع بدبل. يبقى الانسر نمبر بي. مثال تاني ماس 1 و 2 ماس of one of them is double يبقى ده دبل والتاني also is double the other is double والديستانس كمان دبل يبقى دبل times دبل والجي constant والديستانس دبل سكوير يبقى doesn't change لأنها تطلع ب1 but doesn't change. one of بعديها one of them is double والother is double والdistance between them decrease to half فتبقى G didn't change. الماس الأولانية double والتانية double والdistance half square يعني تطلع ب 16 يبقى increases 16 times. The centripetal force acts on car moving in curve resulted due to ايه؟ واحد ماشي في curve
هتبقى اكيد من الفريكشن فورس ما بين التاير والراد. if the radius of circular orbit increased 2 times جميل its original value كلام حلو. the centripetal force required to make the speed of the body constant. عايز ال speed constant. تمام. هنا بيقول لي radius زاد twice ماشي increase 2 times المفترض increase 2 times يعني الراديوس بقى دبل. دي ميستيك كده في الكويشن يعني. عايز الاف سي تخلي الفيلوسيتي كونستنت. طب انا الفيلوسيتي كونستنت، طب يعني ايه الفيلوسيتي؟ نكتب كده الرول بتاعنا. والله الاف سي centripetal force equal m v square over r. طب الماس انا ما اتغيرتش وعايز الفيلوسيتي ما اتغيرتش تتغيرش والراديوس increase للدبل يبقى الفورس decrease to ايه؟ decrease to half. okay. if the distance between the center of two identical balls كورتين زي بعض المسافة بينهم 1 متر والفورس ما بينهم 1 نيوتن يبقى الماس بتاعتهم قد ايه؟ الاف equal g. هقول بقى m في m هي identical يبقى m square over r square يبقى f r square over g يديني ال m square يبقى ال m هي روت الكلام دوت يبقى 1 times 1 over g 1 square فتبقى الريزلت بتاعي 1 في 1 سكوير يعني 1 على g اللي هي 6.67 times 10 to the power negative 11 تطلع برقم كبير. نحاول نعمله approximation يبقى 122 times 10 power 3 اللي هي ديت 122 times 10 power 3 أو 1.2 times 10 power 5 كيلو جرام هي ديت الكوريكت انسر. تقول لي مستر بس مختلفة حبيبي رحل البوينتر ديت 2 digits تزود هنا 2 فتبقى 1.2 times 10 power 5. If the distance between the centers of two bodies is doubled, the distance doubled, and their mass is kept unchanged, الماس ثابتة. The attractive force طب ما الفورس related inversely مع r square يبقى decrease to half يبقى quartered يبقى الانسر C. If you know that the mass of Earth 6 times the mass of the moon تمام then the moon gravitational force is 1 over 6 times that of the Earth's moon. There is no gravitational attraction force between the moon and the Earth. Moon gravitational attraction force to Earth equal Earth's gravitational attraction force to the moon. The moon gravitational force is 6 times that of the Earth's moon. طيب gravitational force قوة شد المون خلاص هتبقى 1 over 6 that times that the Earth's to the moon يعني قوة شد المون للإيرث 1 over 6 لا. ايه القصة؟ والله احنا قلنا for every action there is a reaction. gravitational force of Earth gravitational force يعني mutual force يا جماعة الاتنين بF خلاص تمام فتبقى الاتنين بيشدوا بعض بنفس الفورس يبقى moon gravitational attraction force to the earth قد ال earth gravitational attraction force to the to the moon الاتنين قد بعض خلاص. احنا ما بنتكلمش على gravity احنا بنتكلم على gravitational force between two objects. اوكي طيب question اللي بعده number 11 بيقول لي two bodies of equal mass الام ثابتة هنا و equal between them equal mass between them and a mutual attraction force then the distance between their center اجيبها من انهي relation. راجل عايز ال r square هتبقى g m over f ده ال r square يبقى ال r هي روت ففي روت طب ما كلهم روت ايوه طب انهي بقى فيهم
انهي سليمة؟ وبعدين بيقولك equal mass. حلو جدا. equal mass يعني m سكوير. الام سكوير ما عنديش ولا ام سكوير. حلو جدا. الام خلينا بس نكتبها جي ام سكوير اوفر اف. فالام سكوير تطلع بره الروت بام، فتبقى ام في روت جي اوفر اف. فين الكلام ده موجود عندي؟ هنا نمبر سي، ام في روت جي على اف. يعني اللي وصلني لكده انهم equal mass. طبعا لو مش equal mass كان لازم الاقي الرول اللي هو الاولاني. طيب body of 5 kilogram rotate in a circular path of radius ادي ال r وادي ال m، فاخد باي seconds ادي time to complete revolution. ده مش اي time، ده هيبقى ال periodic time. نكتبها T capital بقى periodic time. So the centripetal gravitational force acting on it equal كام؟ احنا اتفقنا اثناء الشرح ان centripetal gravitational force هي centripetal force فتساوي m v square over r. ولو فكينا ال v square كان في رول كده اخدناه هو ال m times 4 باي، صح كده؟ 4 باي سكوير في r سكوير على r تطير r مع r على تايم سكوير. فاكرين الرول ده؟ ايوه. اقدر اتعامل مباشرة مع الموضوع ده. يبقى 4 باي سكوير تايمز الماس اللي هي 5 تايمز الريديوس اللي هي 0.1 تايم سكوير اللي هي باي سكوير. كلام جميل. وهو قاصد نهلي باي، فالباي تطير مع الباي. 20 في 0.1 تطلع ب 2 نيوتن. يبقى الكوريكت انسر عندي 2 نيوتن. Which relation express the universal gravitational law correctly؟ ان الاف المفترض جي ام ام على ار سكوير، وهنا قال لي ام وام مختلفين فما ينفعش ام سكوير دي ابدا. خلاص، ولا ام واحده، يبقى دول كده مستبعدين. يبقى هي الاجابه الانسر عندي يا ايه يا دي. طب مثلا انا عايز اف، والله انت عندك الرول بيقول ان اف خلاص دي غلط لانها ار بس، لازم ار سكوير. يبقى هي الكوريكت انسر هي دي. طب مثلا جاي منين؟ اهو يا حبيبي جي ام ام اوفر ار سكوير. دي هتروح هناك تبقى فوق، ودول هينزلوا تحت، يروح هناك يبقى تحت، فتبقى اف ار سكوير على ام ام يديني الجي. خلاص كده تمام. If the masses of two objects increase to the double، الاتنين دبل ودبل، يبقى الاتراكشن فورس ما بينهم ايه؟ هتزيد 4 تايمز. دبل ودبل والمسافة ما اتغيرتش، يبقى increase 4 times. Distance between two objects increased 4 times، يبقى الفورس decrease 16 times. decrease 16 times. In the figure اللي قدامك دوت distance between the center of two objects increased to double، يبقى ال R double. And the two objects are replaced by another two objects of both of mass is twice the first mass. يعني دي double ودي double. خلاص، يبقى يحصل ايه؟ الجي ثابتة، الماس دبل والماس التانية دبل والديستانس دبل سكوير، تطلع ب1، يبقى stay constant، يبقى الفورس not affected. Two balls of mass 10 kilogram each، يبقى دول الام والام. And the distance between their center is 10 meter. والجي بكذا. يا ترى الفورس ايه؟ الفورس equal جي ام ام over r square، هتطلع جي 10 times 10 على 10 square، فتطلع بقيمة جي مباشرة. يبقى انا عايز اشوف انسر للجي. طب انا عندي هنا 66. طب اعمل ايه؟ لو اضرب ديت في 10 تبقى 66، اقسم هنا على 10 ازود 1 بالنيجاتيف هتبقى 66.67. خلاص كده ماشي. times 10 power negative 12، يبقى correct answer عندي هو number A. طيب question اللي بعديه
عندي object A of mass 10 kilogram attracts other object B. The distance between their center كان 2 meter ادي ال R. وعندي الفورس اهيت دي ال F. if the mass of the object B كانت 100 كيلوغرام ادي M وادي M ومعايا ال R. تمام. يبقى الاتراكشن فورس بتاعت ال B على ال A طبعا من غير محل هي نفس الفورس تماما. خلاص. طيب the measuring unit gravitational field intensity اللي هي ال G فهي نيوتن بير كيلوغرام او متر بير سكند سكوير فتبقى الانسر هي دي. from the following relation x equal g y square over z square هنا g هي الuniversal constant z هي الراديوس والاكس هي الفورس يبقى الواي بتعبر عن مين؟ عن الماس. خلاص ماشي. هما كده بالنسبة لي يعتبروا similar mass فتبقى mass square يبقى الماس يبقى الواي تعبر عن ماس. an apple falls على نيوتن's head so he realized the existence of gravity and put laws for it to calculate the gravitational field intensity. one of its factors is a gravitational field intensity. حط كده الرول GM over R square. هل الابل ماس داخله في الرول؟ لا. 3 ويتس داخله؟ لا. acceleration due to gravity value؟ لا مش داخله. امال مين؟ length of the tree لان ال R هي عباره عن radius plus ال H فاللينس يخش معايا في الرول اللي هو ال H. خلاص ده كلام جميل. يبقى دي كده الفاكت اللي او الفاكتور اللي داخل معايا في الرول. طيب the intensity of gravitational field اللي هي ال G on the surface of the planet increase as not decrease. ال G M over R square. ماشي. يبقى بيقول لي ال intensity increase لما مين decrease؟ دي increase أكيد لما ال R دي decrease يبقى ال radius decrease. يبقى correct answer number A. If the force of gravity exerted by a planet Earth on the moon is F يبقى force المون على الإيرث بكام؟ برضه ب F. mutual force يا جماعة. star X of mass 2M و star Y of mass M moving in a circular orbit the effect of any other body is ignored. ماشي. عايز الفورس بتاعتهم force acting on X from Y و force acting from Y force acting on X from Y force acting on Y from X. خلاص. يا ترى الفورس على X والفورس على Y ايه وضعهم؟ 1 to 1. If the net force acted on a ball from your hand is in direction force في any direction ناحية السنتر vector A يبقى الانسر A. What's the force acted on your hand from the ball؟ البول بقى بتشد ايديا في انهي اتجاه؟ البول تشدني انا شديت الكورة كده فالكورة تشدني كده يبقى vector D. What direction of velocity and acceleration؟ الفيلوسيتي فين؟ الفيلوسيتي هتبقى التانجنت اللي هو C والاكسلريشن مين؟ A يبقى عايز الفيلوسيتي الاول والاكسلريشن تاني يبقى C و A يبقى A. question اللي بعده a body of weight 200 Newton moving a circular path the velocity equal radius ال V equal ال R. ماشي كلام جميل. if G is 10 الجرافيتي ب 10 يبقى centripetal force على هذا البادي بكام؟ والله الجي ب 10 والويت ب 200 فهنجيبه الماس عبارة عن weight over gravity 200 over 10 فتبقى 20 كيلوغرام. الفورس
centripetal force mv square over r. تمام كده. ايوه، فالام تبقى ب20 وفي سكوير في سكوير، واشيل الار واحط في عشان هو بيقول لي ان الار بتساوي الفي، والاجابات كلها بالفي، فتطير كده تبقى 20 في. يبقى الكوريكت انسر عندي هو نمبر دي. both of sun mass of sun and moon mass of moon exert gravitational force on earth. حلو جدا. the distance from sun to earth rs، والdistance ما بين المون والearth rm. which of the following represents the value force of on earth due to sun و force on earth due to moon. طيب تعال نجيبه كده. ال force of the sun equal ايه؟ equal ال mass of the sun في ال mass of the moon، الماس بتاعت ال earth في g على rs مسافة من السن سكوير. الفورس بتاعت المون هي mass of the moon في mass of earth في ال g على radius بتاع المون سكوير. طب لو انا قسمت 1 على 2 sun على moon، لان هو عايز sun على moon، خلاص، فالماس اوف ايرث والجي هتطير، فتبقى نكتبها هنا اف sun للإيرث اف moon للإيرث، هتبقى mass of sun radius of sun square mass of moon radius of moon square. فتبقى الصن فوق والمون تحت، ده مبدئيا، والار سكوير، يبقى دي لأ، دي لأ. صن ومون، ايوه هي ديت. لأ، احنا عايزين مون الراديوس بتاعه هو اللي فوق، لأ، هنا في ايرور. فتبقى الكوريكت انسر عندي هي نمبر دي، لانها هتبقى ماس اوف صن على ماس اوف مون، وهناخد الراديوس بتاع المون سكوير على radius of sun square. دي الكوريكت انسر بتاعتي. two small stationary واقفين mass m1 و m2 are separated by distance d. a particle lying on the line joining the two masses is not affected by gravitational force. ما بيتأثرش بأي force. which expression gives the distance ما بين البارتيكل m، ما بين البارتيكل والماس m1. تعالى بقى كده، بيقول لي عندي two masses، عندي m1 وعندي m2 وعندي particle هنا suffer no force. يبقى m1 بيشدوا ب F، طبعا في mutual force هنا، و m2 برضه بيشدوا ب F، نفس ال F، وبناء عليه يبقى السيجما F عليه equal 0. بيقول لي ان distance between them is d. حلو جدا، ماشي، الديستنس ما بينهم بدي. طيب يبقى انا عندي distance between the two objects دول بدي، فلو انا اعتبرت المسافة ديت بR، يبقى المسافة ديت d minus r. يلا بقى نجيبه الفورس بتاعت m1 على الاوبجكت، هي g m1، مش قايل لي الماس بتاعته بتاعت البارتيكل، ماشي مش هتفرق، اعتبرها m small الماس بتاعت البارتيكل على r سكوير اللي هي المسافة ما بينهم، ال f بتاعت ال m2 على نفس الاوبجكت هي g m2 في الماس بتاعت الاوبجكت على d minus r all square. مفترض ان الاتنين دول بيساووا بعض، فدي ودي هيطيروا مع دي ودي. وبناء عليه هو عايز ايه بقى؟ هو عايز
which express أيوة the line joining ماشي by not affected by force which expression gives the distance of the particle من الماس M1. عايز المسافة من ال M1. تمام كده، كلام جميل. تعالى احنا بقى نشتغل. يبقى احنا عايزين نجيبه ال R قد ايه عشان اقدر اجيب المسافة. هو عايز ال R، يبقى الاتنين دول اقدر اقول M1 over R square equal M2 D minus R all power 2. اريح نفسي واخد روت الايكويشن دي بالكامل عشان الانسرز فيها روت. لو بصينا على الانسرز هنلاقي الانسرز فيها روتس. ماشي، الانسرز اهي مليانه روتس. طيب فيطلع روت M1 والسكوير تطلع من غير سكوير وده اريح لينا، ودي روت M2 وديت دي ماينس R. بس كده، يلا بقى اعمل سيزور. يبقى روت M2 في R equal روت M1 في D minus روت M1 في R. دي تروح هناك تبقى بلس وناخد ال R common، يبقى ال R هتبقى common روت M1 plus روت M2 equal روت M1 times D. ده يروح هناك، يبقى الكوريكت انسر عندي ان ال R المسافة بتاعتي هتبقى روت M1 على روت M1 بلس روت M2 كل دوت تايمز دي. الكوريكت انسر اللي اتحقق لي الكلام دوت هو نمبر دي. خلاص ماشي. ليه يا مستر مش سي؟ لا يا حبيبي، ده شغل ماس بقى. لما اجي اقول لك روت روت مثلا 4 بلس روت 9 دي ب2 ودي ب3 يطلعوا 5، انما ما ينفعش اقول انهم بروت 13. روت 13 ما يدينيش 5 ابدا. خلاص، فبيتسابوا زي ما هما، ما يتجمعوش. اوعى تجمع الروتس مع بعض كده جوه الروت. خلاص ماشي. يبقى ده كده كان بالنسبه لي اخر سؤال في التشويس. هنبدا البروبلمز. عندي بيقول لي هليكوبتر of mass 100 جرام. دي لعبة، يبقى الماس بتاعتها 0.1 كيلو جرام. بتمشي في circular path of radius 1 متر، يبقى دي ال R. rotate by a rate 100 revolution in 20 second. فأقدر أجيب ال periodic time وهو time على ال revolution 20 over 100 فتبقى 2 على 10 يعني 1 over 5 يعني 0.2 second. ده كلام جميل. عايزين نجيبه السبيد. الفيلوسيتي equal ايه؟ equal السيركمفرنس على periodic time. 2 times by times 1 over periodic time 0.2 فتطلع ب 10 باي. 10 باي يعني في حدود 31.4 متر. عايز الاكسلريشن. acceleration centripetal acceleration v square over r. ال v احنا قلنا ب 10 باي، يبقى 100 باي سكوير والريديوس ب 1 يعني ب 100 باي سكوير. 100 باي سكوير تطلع بكام ديت؟ نعملها 100 times باي سكوير يطلع ب 986 986.96 meter per second square. عايز السنتريبتال فورس ال FC equal MAC فهتبقى ب 98.696 نيوتن لأنها هتتضرب في 0.1. ده كلام جميل. Example number 2. Find the gravitational force between two bodies of mass 5 kilo, 10 kilo, half meter,
والجي اهي تعويض مباشر. الجي 6.67 times 10 to the power negative 11 times الماس الأولانية 5 التانية ب 10 والدي بهاف متر سكوير تطلع ب 1.334 الفورس 1.334 times 10 to the power negative 8 نيوتن. ده تعويض مباشر. ball of lead كرة من الرصاص of unknown mass الماس بتاعها unknown يبقى أكيد هيسألني عليه at a distance 40 سنتيمتر يبقى الديستنس عندي ب 0.4 متر هقسمها على 100 from a body of mass 10 كيلوغرام ادي ام التانية بتاعتي. if the gravitational force between them ادي الفورس calculate the lead mass واعطيني قيمة الجرافيتي. والله انا عندي F R square على G M يديني ال M. يبقى هتعامل على طول مع الداتا. يبقى 7.95 times 10 to the power negative 8 times ال R square 0.4 power 2 over G اللي هي 6.67 times 10 to the power negative 11 times الماس بتاعت الأوبجكت اللي هي times 10 يطلع قيمة الماس وهي في حدود 19 كيلوغرام يبقى 19 كيلوغرام approximately. ball of lead of mass 5 كيلو على distance from a body of mass 10 كيلو ما قاليش الديستنس يبقى هو عايز الديستنس. if the gravitational force between them بنفس الرقم خلاص calculate the distance between them. المرة دي عايز الديستنس. الرول بتاع الديستنس هتطلع مكان الفورس يبقى جي ام ام اوفر اف يديني ار سكوير يبقى الار هي روت الكلام دوت يبقى انا هعوض تعويض مباشر روت الجي اللي هي 6.67 times 10 to the power negative 11 times الماس اللي هي 5 والماس التانية ب 10 over الفورس 7.95 times 10 to the power negative 8 تطلع لي distance between them مباشرة. distance هتطلع ب 0.2048 متر يعني في حدود 20.48 سنتيمتر. طيب آخر example عندنا النهاردة two balls of mass 10 kilograms و half kilogram at a distance half meter find the gravitational force ال F تعويض مباشر G M M over R square. هنلاحظ ان البروبلمز هي اسهل حاجة في الليسون ده. التشويس هي اللي بتبقى فيها شغل كتير شوية. هعوض تعويض مباشر ونطلع قيمة الفورس. الفورس عندي هي 6.6267 times 10 to the power negative 11 times الماس الأولانية ب 10 والتانية ب half over radius square أو distance square half square يطلع قيمة الفورس مباشرة 1.1334 times 10 power negative 9 نيوتن. دي قيمة الفورس. بكده حبايبي يبقى خلصنا السيشن بتاعتنا. أشوفكم على خير في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفكرك ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك النوتيفيكيشن بتاعتنا اول باول.